الأتب وتقوس الكتف من أكتر المشاكل المنتشرة اللي بنشوفها بشكل يومي في العيادة، وبزعل جدا لما يجيلي شاب لسه في أول حياته ولاقي عنده أتب وظهره تعبه وكأنه شايل حمل السنين فوق كتفه والدنيا تعباه. فالنهارده ان شاء الله هعرفك ازاي تتخلص من الأتب ده نهائيا، وازاي تستعيد ثقتك في نفسك وتستعيد حضورك وتفوق جسمك، ونعرفك افضل التمارين العلاجيه وافضل الاكلات، بحيث موضوع يكون شامل ما تحتاجش اي حاجه بعد الفيديو ده ان شاء الله. بس الاول بمناسبه رجوعنا هنفتح السحب ل3 اشخاص هنتابع معاهم النظام الغذائي مجانا لمده شهر، تمام؟ فكل اللي تعمله عشان تدخل السحب انك تعمل لايك للفيديو ده وتعمل اشتراك في القناه وتكتب تم في كومنت. وكمان هنعمل عرض حصري لاول 5 اشخاص هيتواصلوا معانا على الواتس على الرقم ده، بحيث يكون الاشتراك الشهري ليهم 400 جنيه فقط، والاشتراك ال3 شهور هيكون بسعر شهرين، يعني ب 800 جنيه فقط ال3 شهور لاول 5 اشخاص هيتواصلوا معانا. اول حاجه لازم تعرفها ان الأتب او التقوس مش مرض في حد ذاته، لا ده بيتكون بسبب عادات غلط بنعملها على مدار السنين. يبدا يحصل عدم توازن بين العضلات، يعني عضلات الصدر تشد لقدام من كتر القعده على الموبايل او القعده على المكتب، وعضلات الظهر بتكون ضعيفه، فيبدا يحصل لك الام في الظهر وفي الرقبه، ويبدا يحصل صعوبه في التنفس، ما تبقاش قادر تاخد نفسك كويس، يبدا يحصل ضعف في الجسم عموما، يعني ضعف في القوه العامه، وجسمك واخد الوضع الأتب وانت مش قادر تفرد ظهرك، وعلى المدى الطويل يبدا يحصل لك مشاكل في المفاصل اصلا، تمام؟ والأسوأ كمان للأسف إنك بتتعود على وضع جسمك كده، ما بتاخدش بالك أصلا بالشكل بتاعك إنك عندك أتب أو عندك تقوس، لحد ما يبدأ يظهر لك الأعراض اللي إحنا قلناها دي، أو يكون في شخص كده ليه نظرة ثاقبة تعرفه أو دكتور في حياتك يقول لك ده أنت ابدأ خلي بالك أنت عندك أتب في ظهرك فابدأ أعالجه، فأنت تبدأ تاخد بالك ده في مشكلة وابدأ أعالجها بقى. فاحنا محتاجين نشتغل على 3 حاجات. اول حاجه نعمل اطاله لعضلات الصدر، تمام؟ تاني حاجه نقوي عضلات الظهر الخلفيه. تالت حاجه استعاده الوعي الجسدي. طيب نبدا الاول بعمل اطاله لعضلات الصدر. فهتيجي في اي كورنر او زاويه في البيت زي دي كده، وتحط ايدك دي قصاد كتفك وايدك التانيه قصاد كتفك، وبتطلع لقدام كده وتثبت نص دقيقه وتريح، وترجع تاني وتثبت نص دقيقة وتريح، وتروح تاني وتثبت نص دقيقة وتريح 3 مرات. هتعمله بإيدك قصاد كتفك وإيدك فوق بشكل حرف في كده، برضو بتروح لقدام تثبت نص دقيقة وبعدين تريح، تروح تثبت نص دقيقة وبعدين تريح، وتروح تاني تثبت نص دقيقة وبعدين تريح. وخلي الراحة بتاعتك عادي تبقى مثلا 10 ثواني 30 ثانية، مفيش أي مشكلة. طيب يوم مستعجل ومش هقدر أعمل نص دقيقة في نص دقيقة في نص دقيقة لكل اتجاه، اكتفي إن أنت تعمل الوضع ده نص دقيقة والوضع ده نص دقيقة صبح وليل. ده لو مستعجل. مش مستعجل ومهمك الموضوع فعلا وعايز تتخلص منه، يبقى نص دقيقة 3 مرات للعضلة دي ونص دقيقة 3 مرات للزاوية التانية، لأن عضلة الصدر عضلة كبيرة وليها راسين، يبقى أنت كده عملت إطالة لعضلة الصدر بشكل كامل. تاني حاجة هنعملها وهي تقوية عضلات الظهر الخلفية. يبقى عملنا إطالة للصدر وهنقوي عضلات الظهر عشان تثبت قصاد الإطالة دي، تمام؟ فهتيجي على أي بنج زي ده كده وتنام عليه بالشكل ده كده، تمام؟ وايدك هتعمل بيها حرف الاي بجسمك كده، وبترفع لفوق وتريح، تعمل 10 عدات وتريح شوية، 10 عدات وتريح شوية، 10 عدات كمان، يعني 30 عد. عملت حرف الاي تعمل حرف التي بنفس الشكل ده كده، وصباعك الكبير بيبص لتحت، برضو 10 10 10. طيب اللي بعده تعمل حرف الواي بالشكل ده كده وترفع لفوق وتريح. طيب حرف الواي ده بيجيب لك ألم أو وجع، عادي ينفع تأجله أسبوع أو 2 وبعد كده ترجع تضيفه. وانت بتعمل حرف الواي لازم صباعك الكبير يبقى باصص لفوق، لازم صباعك، لو كده كتفك هيتعبك، صباعك ده لازم يبقى فوق كده. 10 10 10. طيب انا ما عنديش بنج في البيت، اعمل ايه؟ وما عنديش دكه ولا عندي حاجه، عادي هتعمله على الارض ومش لازم ايدك تنزل لتحت، يبقى اهو من على الوضع اللي على الارض وتريح على الارض كده، مفيش اي مشكله.
وتعمل حرف الايه كده، تمام، وحرف التي اهو، وحرف الواي وصباعك بيبص لفوق برضو. دايما تأكد في حرف الواي بتبقى عامل لايك لفوق، تمام. تعمل برضو اي تي واي 10 10 10 كل اتجاه صبح وليل. اخر تمرين تعمله ومهم جدا وهيفرق معاك في استعادة الوعي لجسمك هو ان لو عندك عقلة زي دي امسك في العقلة كده ووسع ايدك وسيب جسمك يتفرد خالص كده، دي دهنج، واثبت في الوضع ده على قد ما تقدر وتريح، واعمله 3 مرات. طيب انا ما عنديش عقلة، في وضع بديل ليه ينفع، في وضع بديل ليه تعمل تمرين سوبرمان في البيت. هتنام على وشك كده وتعمل كأنك بتعمل حرف الواي وترفع ايدك ورجلك كده وتريح وترجع ترفع تاني، واعملوا 10 عدات او 9 عدات، والعدة ال10 اعملها ثبات على قد ما تقدر، تفضل ثابت كده لفوق بنفس الشكل ده كده. التمارين دي يبقى احنا كده عملنا اطاله لعضلات الصدر، قوينا عضلات الظهر اللي قصادها عشان نثبت، وفي نفس الوقت عملنا استعاده للوعي للجسم بتاعك، هيفرق معاك وهيظبط معاك الدنيا. ويلا بينا نتكلم على الاكلات بقى. مهم جدا تهتم بالتغذيه اللي بتدعم صحه الاعصاب والمفاصل، زي فيتامين د والكولاجين والكالسيوم والمغنيسيوم، ودي افضل 5 اكلات ابدا اضيفها في يومك، هتفرق معاك بشكل كبير جدا. الاكله رقم 1 اللي لازم تبقى اساسيه في اسبوعك وهي الاسماك، تمام، لان الاسماك غنيه بالاوميجا 3 اللي مهم جدا لصحه المفاصل وبيقلل الالتهابات وبيساعد على الاستشفاء بتاع الانسجه، تمام. فابدا اضيف السمك في اسبوعك، يعني ممكن مرة أو مرتين في الأسبوع يبقى السمك أساسي معاك. رقم 2 وهو البيض. البيض تخليه دايما أساسي في وجبة الفطار بتاعتك يوميا، لأن البيض غني بالبروتين الكامل، غني بفيتامين د، غني بفيتامين بي 12، والحاجات دي كلها بتدعم صحة الأعصاب والمفاصل. رقم 3 وهي الخضروات الورقية زي السبانخ والجرجير والكرنب. الخضروات دي كلها بتحتوي على مضادات أكسدة عظيمة جدا، بتحتوي على الكالسيوم، بتحتوي على المغنيسيوم، وكل المصادر دي مهمة جدا لصحة الأعصاب والمفاصل. رقم 4 وهي المكسرات زي اللوز والكاجو والفستق. المكسرات عظيمة جدا، بتحتوي على دهون صحية مهمة جدا لصحة الأعصاب بتاعتك، فابدأ اضيفها كده كسناك 30 جرام كده، يعني مرة ولا مرتين في الأسبوع كده ولا حاجة، هتفرق معاك برضو بشكل كبير. الوجبة رقم 5 وهي البقوليات زي الحمص، زي العدس، زي الفاصوليا. الحاجات دي بتحتوي على بروتين نباتي، بتحتوي على مغنيسيوم، بتحتوي على حديد، وده عظيم جدا وكويس جدا لصحة المفاصل والأعصاب. وطبعا لازم تصحح عادات يومك، يعني تشوف ايه الغلط المستمر اللي بتعمله باستمرار ومسبب ليك الأتب ده وتبدأ تعدله وتغيره، تمام. لازم تصحح العادات دي، لو ما صححتش العادات هترجع تاني لنفس المشكلة. يعني الأشهر بين الشباب وهو ماسك الموبايل كتير، وخصوصا على المكتب أو على السرير، والقعدة على المكتب كتير، تمام. فانت مهم جدا تبدأ تقلل من الحاجات دي وتبدأ تعدلها. طيب لو طبيعة شغلك انك بتقعد على المكتب كتير، ابدأ خد بريك كل شوية، تمام. والله كل نص ساعة اقوم اخد بريك، اشرب كوباية مية، هفك ظهري، هعمل التمارين اللي احنا قلناها وارجع اقعد تاني. كده انت بتحافظ على جسمك بشكل عظيم جدا.